السلام ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. وصفتنا تاع نهار اليوم كما تشوفوا معايا هي وصفة خبز الباي اللي راح تكون بمقادير مضبوطة سهل التحضير ما تديلكمش خلاص الوقت، وراح تكون مشربة ومعسلة حتى للقلب. ودرك قبل ما نطول عليكم نبداو في الوصفة في طريقة التحضير. اول حاجه نبدا بالشربات اللي نحتاج فيها كاس تاع السكر وزوز كيسان تاع الماء، نضيف لها شريحه تاع الليمون او القارص ونحطها تغلي لمده 10 دقائق. من بعد نطفي لها. من جهه اخرى نحضر خبز البيت تاعي اللي نحتاج فيه 4 حبات تاع البيض اللي يكونوا بحراره الغرفه. عندي شويه تاع لافاني ليكيد ونزيد نربي حبة تاع قارص اللي ندي منها الزيت تاعها كامل هكا باه تعطيني بنة روعة. ونزيد لها نص كاس تاع السكر ونخلط كامل المكونات مع بعضهم حتى يبيض لي الخليط ويذوب لي السكر. رايحين تحتاجوا غير الفوي تحركوا به، ما تحتاجوش ميم با انكم تحركوا بالباطور ولا حاجه. من بعد هنا نزيد كاس تاع الخبز المحمص والمرحي ونزيد كاس تاع المكسرات المحمصه ومرحيه ونخلط كامل المكونات مع بعضهم مليح. هنا عندي كاس نصه زبدة ونص الاخر نكملو بالزيت، يعني مزيج بين زبدة وزيت. نزيد نضيفه للخليط ونخلط. من بعد هنا عندي كيس تاع خميرة كيميائية نضيفها للخليط كآخر مرحلة ونخلط كامل المكونات مع بعضهم. وهنا نجيب المول تاعي اللي كنت دهنته بشوية تاع الزيت نحط فيه الخليط تاعي وندخلو للفرن على 180 درجة حتى يطيب لي. شعلوا عليه من تحت يطيب لكم، من بعد كي يطيب من تحت زيدوا شعلوا عليه من فوق يتحمر لكم بشويه وخرجوه من الفرن. ومن بعد كي نخرجوه وهو سخون نسقيه بالشربات اللي تكون بردت لي. هذا هو الخبز راهو واجد. انا كنت زينته من فوق بالمكسرات يعني وانتم لكم حريه الاختيار، يعني هو رايح يشرب لكم، اذا شرب لكم زيدوا ديروا له الشربات. وهذه هي، شوفوا كيفاه جاء مشرب ويجي بنته بنه مع هذيك المكسرات والجو تاع السيترون راح يجي ولا اروع. نتمنى انه هذه الوصفه تكون نالت اعجابكم. ما بقى لي غير نقول لكم استنوني في وصفات جايه ان شاء الله. ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس هكا بيوصلكم كل فيديو جديد نحطه. تخلوا لي جيم او كومنتير. باي، تهلاو في رواحكم.